جدل كبير أثارته الفنانة زينة، وده بسبب طريقة تعاملها مع مسلسل جعفر العمدة واللي حقق نجاح كبير. كل اللي شاركوا في العمل بيطلعوا يتكلموا عنه إلا الفنانة زينة، وده خلى الناس تسأل هل في خلافات بينها وبين باقي زملائها في المسلسل؟ وطلع الفنان محمد رمضان ودافع عنها وبرر تصرفها بإنها مش بتجيد التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. أختها ياسمين هي اللي بتروج للمسلسل، وده أمر كافي بالنسبة له. وأضاف إن مفيش أي خلافات بين زينة وبين باقي أبطال المسلسل، وده اللي أكدته برضه الفنانة زينة. وقالت ما عنديش نقطة خلاف مع المخرج محمد سامي، لكن مش هشتغل معاه تاني. ولما اتسألت عن السبب قالت أنا حرة، وكملت كلامها وقالت أنا حرة وما بكدبش خالص. وقالت أنا اشتغلت معاه أولاني، ليه أشتغل معاه تاني؟ نجيب مخرجين تانيين ونعمل أعمال تانية. ولما مذيعة البرنامج قالت لها إن المخرج هاني خليفة متعب ومرهق، ردت زينة وقالت أنا ممكن أشتغل معاه طول عمري. أما المخرج محمد سامي فكان ليه تصريحاته الخاصة، وقال أنا لما بتعصب على ممثل بيبقى يا إما هو بليد أو مواعيده مش مظبوطة أو مش بيذاكر الدور كويس ولا بيحفظه، وده بيعطل زمايله في الشغل، وكده هو هيفشل وهيفشلنا معاه. يبقى ممثل جاي متأخر ومش مركز ويسلب حقوقنا كلنا، وأنا بتخانق معاه مهما كان مين ومهما كانت نجوميته، لأن النجوم الحقيقيين أصلا محترمين، وعمري ما اشتغلت مع نجم كبير وما كانش محترم. ودايما المشاكل بتيجي من أنصاف الممثلين. النجوم أول ناس بتيجي في ميعادها وأكتر ناس مذاكرين وعندهم حرص على نجاح المشروع، زي الفنان عادل إمام والراحل محمود عبد العزيز وأحمد عز. أما المشاكل بتيجي من الناس اللي بتبقى فاكرة إنهم نجوم وبيحاولوا إنهم يثبتوا ده، برغم إن دورهم مش هيأثر على بيع العمل ولا حتى بدولار واحد. أما الفنانة نيللي كريم فلامت الفنانة زينة بسبب تأخيرها ومواعيدها اللي مش مظبوطة، وقالت عن زينة دي حبيبة وأنا معنديش مشاكل مع حد، وأنا اشتغلت مع زينة عملين، 1-0 والأعلى سعر. ولو هلوم على زينة في حاجة واحدة بس، وأنا عاوز أقولها لها بحسن نية، بتتأخري يا زينة، ومعلش يا زينة ما تزعليش مني.